تمرين الضغط ما تبدأش بيه لو ده كان أول حاجة تعملها أو أول نشاط رياضي تعمله. ابدأ سخن أكتافك كويس عشان خاطر ما يجيلكش إصابة. نخش بعد كده لو عايزين نعمل ضغط. طيب تمرين الضغط في ناس كتيرة سواء كان مبتدئ وزن زيادة ما بيعرفش يعمله اللي هو الضغط العادي، تمرين الضغط العادي. طيب أنا عايز أبدأ دلوقتي، في قدامي كذا حاجة ممكن نعمل بيها تمرين الضغط. اختار منها حاجة واحدة بس تبدأ بيها وتحطها في اليوم بتاعك اللي انت هتعمله الصبح. مثلا في أول حاجة لو عندنا زي كرسي، كنبة، أي حاجة زي كده، بحاول اللي أنا أثبت إيديا كده أهو، تمام، بمستوى مش قليل مش ضيق، القبضة بتاعتي تبقى ضيقة، لا أنا بزود على مستوى الصدر بتاعي وبرجع لورا وبنزل وبطلع، بنزل وبطلع، بنزل وبطلع. أهم حاجة النفس معايا. ظهري بيبقى مستقيم، مش بتني ظهري كده اهو وبنزل على كتافي، غلط. ظهري بيبقى مستقيم بنفس الطريقه ديت وبنزل وبطلع، بنزل وبطلع، بنزل وبطلع. دي واحد حاجه تمرين. اختار من التمارين اللي انا هقول لك عليها تحت الضغط، اختار منها تمرين واحد وحطه في الجدول بتاعك، شوف اللي يناسبك وابدا يعني ايه، ما تبداش باصعب واحد، ابدأ بأسهل واحد بحيث ان انت ما يحصلكش اي اصابة في الكتف بتاعك. طيب احنا عملنا التمرين دلوقتي بطريقة تمرين الضغط بالطريقة ديت، هنعمله بطريقة تانية. الطريقة التانية بتاعتنا ودي يعتبر الاسهل، اسهل واحدة، اللي احنا بننزل بثبت ركبي على الارض وبشوف. برضو اهم حاجه يا جماعه، بلاش موضوع واحد يعمل ضغط يعمل ايده ضيقه كده، ما ينفعش. ايدي بتبقى على مستوى الصدر بتاعي وبنزل. ممكن اعمل رجليا من ورا كده، ممكن اثبتهم في الارض وبنزل وبطلع، بنزل وبطلع. اهم حاجه النفس. ممكن كده بنزل وبطلع، ما اعملش ايدي كده عشان خاطر ما اعملش تحميل زياده على الكتف بتاعي. في بعد كده اللي هو للناس اللي بتتمرن او الناس اللي تقدر تعملها على طول، مثلا حد بيكون الوزن بتاعه خفيف، ممكن على طول يبدا بالتمرين ده ويشوف، لو حس في الم ما يكملش، لو حس بألم بكرر تاني. يا جماعه اللي احنا بنتمرن مش عشان يجي لنا اصابه، احنا بنتمرن عشان نحسن من اداء الجسم بتاعنا. فاللي بعديها اللي احنا بنثبت ايدينا وبنرجع رجلينا، اللي هو العادي اللي هو الضغط العادي، ما بقاش كده، بيبقى جسم مستقيم وبنزل وبطلع، بنزل وبطلع، بنزل وبطلع. اهم اظبط النفس بتاعي وانا بتمرن. كده يبقى احنا عملنا تمرين الضغط بثلاث طرق. الثلاث طرق دول اختار منهم طريقه واحده واعمل بيها حوالي 10 عدات كل يوم، تمام؟ هنبدا بالنظام ده، يعني الجدول اللي انا بقوله دلوقتي دي تمارين بسيطه للناس اللي لسه بتبتدي، نبتدئها بطريقه بسيطه ونكبر بيها سنه سنه. كبار السن للاطفال، للناس اللي لسه جداد.